ماما انا بطني وجعاني قوي وحاسه ان هي هتفرقع. طب يا حبيبي خلاص تعالى نروح للدكتور. ماما انا ممكن اجي معاكوا عشان لو احتجتوا حاجه يعني. ماشي تعالي بسرعة. هيا يا دكتور طمني الله يخليك. في انتفاخ بسبب الأكل الكتير. انتفاخ؟ طب هو عامل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي حالته مستقرة بس واخد حقنة مخليه نايم شوية. انا هروح اجيب الدواء اللي قال عليه الدكتور يا ولاد. ماشي روحي وانا هقعد استناكي. مش هسيبكم، انا هوريكم انا راجع. الحقي يا ماما، فستق بيخرف وهو نايم. تعالي اسمعي. بيخرف بيقول ايه؟ اسمعي بنفسك انا مش هقول. انا راجع، اهرب بسرعه يا معلم رشدان. اهرب بسرعه يا معلم، مش هسيبكم انا راجع. يا ابني ما انا وراك، امال هقعد اتضرب لوحدي يا غبي؟ يا معلم مش وقت التهزيق دلوقتي. ما هو كمان مش وقت غباوة، عموما لازم نعمل الصح. انا اعمل ايه دلوقتي؟ دول اتخطفوا اصحابي. انت لازم تتدرب كويس عشان تهزم الاشرار الخارقين. ايه الاسم ده؟ ازاي اسرار وخارقين في نفس الوقت؟ مش هنقوا اسمائهم. معلش، لازم تتعلم ان محدش بيختار اسمه. المهم دلوقتي لازم تعرف هتتغلب عليهم ازاي. انت مش هتيجي معايا المرة الجاية؟ اصل ايدهم تقيلة قوي، وبعدين خلاص يا ابني انا كبرت وعجزت والبركة فيك. عجزت ايه يا معلم؟ انت شبه اهو زي الفل. انا اصلا من عالم موازي وعمري اكتر من 3 سنين ضوئية. طب يلا بينا نروح على الحفرة بتاعتنا. حفرة ايه؟ احنا رايحين كهف الحكمة. الوقت مش في صالحنا، لازم نبدأ دلوقتي. جاهز؟ ايوه انا جاهز جدا. القاعدة الأولى اللي لازم تتعلمها: لما تجوع كل. ايه المعلم الأهبل ده؟ طبعا لما اجوع هاكل. تمام. يا دكتور الولا بقاله ساعة نايم من الحقنة دي. لا الحقنة مفعولها نص ساعة بس، ده كده نايم لوحده. بس مفيش مشكلة، ممكن تسيبوه في المستشفى لحد ما يصحى براحته. الكسفة دي. طيب شكرا يا دكتور شكرا. هو فستق كده بيحب النوم زي عينيه. طب ماما عايزين نصوره ولا نسجله؟ هو ده حب الاخوات ولا بلاش؟ ماشي يا بندقة، افتحي سجليله، دول في البيت هيموتوا من الضحك. يا معلم انا عملت حركة جديدة لازم تشوفها. انت بتتحسن بسرعة وقوتك الداخلية بتزيد يوم بعد يوم، وده الوقت اللي لازم اقولك فيه على القاعدة التانية: لو مزنوق لازم تخش الحكم. هوب لا انا عارفها دي كويس. شوف حكمة تانية غيرها. انت فاكر الحكم دي انا جبتها من على النت؟ دي خبرة السنين. طيب يا عم الفيلسوف، ايه هي الحكمة؟ الصح صح والغلط غلط، والقاعدة دي بتنص على ان الصح صح اما الغلط غلط. الله اكبر. انت بتتريق. طب يلا انزل لي 40 ضغط و50 بطن. طب ما تخليها 45 ضغط و45 بطن. ما يلا يا ابني. ياه ده حلم متعب قوي يا عيني يا ابني. تعالى يا فستق. نعم يا معلم رشدان. انت النهاردة لازم تنام وترتاح كويس. بكرة الحرب، يا اما هيخطفوا صحابك للأبد. أمرك يا معلم. مش هسيبكم، هرجع لأصحابي. هرجع عشان أنقذ العالم من شركم. هرجع عشان المعلم رشدان. هرجع عشان كل اللي شجعني وقال لي كمل. أنا راجع. فستق انت رحت؟ لا لسه هروح. اهم حاجة القاعدة الأخيرة. فاكرني حسيبك تروح من غير ما تسمعها ولا ايه؟ ابهرني. خليك ناصح، روح أرض المعركة مواصلات وأجل قوة الطيران بعد ما توصل. حاضر يا معلم رشدان، بس عايزة أقول لك حاجة قبل ما أمشي. عايزك لو ما رجعتش تسلم لي على بابا وماما ولوز وبندقة، وخليها تاكل البسكوت بتاعي اللي كانت عايزاه بالهنا والشفا. وأنا بعد الشر ما رجعتش يعني. انت قدهم يا فستق، أنا واثق فيك.
استعدوا لمواجهة فستق قمر الدين الخارق اللي مفيش منه اتنين. تعالوا لي، انا رجعت، اطلعوا واظهروا. بسم الله، يا رب ما يشوفني، استر يا رب. اثبت يلا، انت فاكرني عبيطة ولا ايه؟ ايه ده؟ راح فين الولد ده اختفى. هي انا كسبت. الله عليك يا ولا يا فستق، اديله ادي يا فستق، اديله ادي يا فستق يا جامد. يا المعلم رشدان انت جيت، انا انتصرت. أنا هنا من بدري، كنت لازم أشوف تلميذي هيعمل إيه في معركة المصير. اصحابي قلت لكم مش هسيبكم. فستق، دلوقتي أنت لازم تمشي. امشي اروح فين؟ لازم ترجع، هم عايزينك. هما مين؟ عيلتك يا ابني، ومش عارف هم عايزينك ليه أصلا، بس لازم ترجع، لازم تصحى. وعايز أقولك حاجة أخيرة، اعمل الصح. اللي هو ايه؟ اعمل الصح. يا معلم اللي هو ايه؟ الصح نفسه. يا معلم ما تسيبنيش كده، قولي هو ايه يا معلم؟ يا معلم. مع السلامة يا فستق. سلام يا فستق، سلام. فستق يا فستق، يلا يا ابني قوم، عايزين نمشي. ايه ده؟ انا فين؟ في المستشفى. خلاص بقيت كويس؟ انا كويس، يلا بينا نروح. ايه يا جماعة، انتوا اتأخرتوا قوي. معلش، اخوك كان بيخرف وهو نايم. ايه اكيد لا، انت بتكذبي. لا يا حبيبي، حقيقة ومتسجل كمان. قول انت بس زيع واحنا هنزيع. مش مهم يقول، سمعيني يا ماما. ايه يا ابني ده؟ ايه يا عم، ما كانش حلم، وانتوا يعني ما بتحلموش؟ لا بنحلم، بس مش بنخرف واحنا نايمين. بس خلاص ما تغلسوش عليه بقى. انا داخله المطبخ، يبقى سلم لي بقى على المعلم رشدان. بس فستق، انت كلت كتير كده امتى؟ انا هعترف. فلاش باك. ماما ممكن اكل حاجه حلوه تاني؟ لا ما ينفعش، انت لسه متغدي وكلت حاجه حلوه صغيره، لو كلت تاني بطنك هتوجعك. لازم اتاكد انا مفيش حد شايفني. انا اكل الحاجه الحلوه دي وبس. هتعب ليه؟ ما كلهم اكلوا منها، انا اصلا مش هاكل كتير. هم لذيذه قوي. بس كده، هو ده اللي حصل. ممنوع الموضوع ده يتكرر تاني، مفهوم؟ واديها بطنك تعبتك وانت اللي خسرت، عشان تعرف ان ماما كلامها كله صح. لو اتكررت هتتعب تاني ومش هوديك حته، فاهم يا فستق؟ انا اسف يا ماما، سامحيني. خلاص يا حبيبي، مسامحاك من كل قلبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات عيلة المكرمشات.